طاعتكم ردت إليكم يعني منطقتكم. هسه القانون هو الفيصل بيناتنا، صح لو لا؟ هل يستوي الخبيث والطيب؟ لا صدق. اياد شنو ذنبها اخذت ولدها؟ ما ادري. شنو ذنبها؟ واحد يجاوبني. واللي اخذها بالعكم او بيكم، صح؟ ماكو واحد غريب يجاكم. اللي دلوا على ام اياد وهنا الحجيه هاي شنو ذنبها؟ انت تمشي مثل المخبله تدور على ابنها. حجيه فرحه، تعرفوها الحجيه فرحه؟ القانون لا حيميز بين شيخ وبين شاب وبين شيبه، وحتى نسوان كانوا يشتغلون بالحسبه وياهم، مو؟ القانون ما حيميز هذا الشيء. عندنا الاسماء، واللي عنده شيء يقدر يقول لنا هسه اكو لجنه حتيجي تدقق على اسماءكم، بس حتى نضمن انه بعد ما يجي السوري والاوزبكي والشيشاني والسعودي، مو؟ يجوا تفتحوا له دياركم وتفتحوا له. انتم عراقيين ارجعوا شوفوا الجغايفه مثالكم. شفتوا حديثه لو ما شفتوها؟ لو بالاحجار مقاتلين الدواعش كانت تقتلون، لو بالاحجار. والدوله طتكم دي كيسيات، مو؟ نطت، مو؟ لا ما نطت؟ لا عشان ما سلحت قبل شويه قلتوا لي نطت. كل شيء موجود، بس هي الغيره ماكو. مع احتراماتي للزينين، هذا الحكي مو للكل، الحكي للعناصر المحليه اللي اندست اللي هي منها للمنطقه، مو؟ اخوك ايش يشتغل؟ اخوك انت شيخ، اخوك داعشي لو لا؟ داعشي وعنده نقطه اعلاميه داعشيه. تعرف عنه؟ مو؟ اشهدوا شو انتم سكتون؟ هذا مثبت هنا، هذا كل شيء مثبت. قوم يا الداعش يا بالنقطه الاعلاميه، قوم. انت فتحت بيتك على شنو يابا؟ ابد ما فتحت بيتك، ابد. هسه انتم يعني السمع والبصر كله اولئك عنكم مسؤوله. مو سمعتوا باذنكم انتم وتدرون وشفتوا بعيونكم، مو؟ وهسه تخافون تقولوا لك وجهك انت داعش، تخافون. هي هاي اللي نحكي عليها. ما يصير امن وامان، ولا اطفالكم يتعلمون ولا نساءكم تصان اذا يبقى الغريب يجي بيناتكم، والعناصر مثل هذا الشيخ اللي تشوفوه قدامكم وولده، زين؟ يبقون يتصرفون. اكو لجنه تدقيق هي مكلفه حتكون وتميز الخبيث من الطيب، بس هاي ارتب لكم اياها. خليه يحكي. هذا صار له سنتين سيد، بس اللي اخو ابوي هو. اخو ابوي؟ اي اخو ابوي اخذوا اخويا، صار له سنتين ما اعرف وين مصير. والله سيارتنا اخذوها، سلاحنا خذوه. اي اخذ اخويا سيدنا، اخو ابويا. ايه ما يشرفني اقول هذا عمي اللي اخذ اخويا وحرمني من شفت. هاي صار سنتين ما اعرف مصيره شنو. هذا مو اخوي ومو عمي، ما اعرف مصيره وين. ما ادري، ناس تقول مسلم نفسه، ناس تقول منهزم، ما اعرف. سلاحنا اخذه، حتى سلاحي طب على بيتي، طب على بيتي، على زوجتي، زوجة اخويا ووالدتي. نثر بيتي نثر. تعال اطلع مسدس، يا ما عندنا مسدس. اقول له اطلع مسدس. يدز مع احترامات للسامعين والناس الزينين، يدز كلابه علي على بيتي. ايه كلهم من المنطقه يا سيدي. ايه من المنطقه. يجيني ملثم، تعال اطلع من البيت. لو افجر البيت عارف اطلع مسدس. اسماعيل البرد الهيشان مراقب اخويا، طلع يجيب لي حميم من حياه بالزيدان ويخابر. هذا اسماعيل البردي؟ اي هذا ابو علي. والله هدى اخويا بالتليفون. اقطع الكلام هو اللي يحكي. انسحبوا من جنب داعش جنب بيتنا، انسحبوا. خابرهم تليفونا، قال لهم موجود بالبيت، والظهر طلع يجيب لحم. الله فوقايه. ها؟ فتشوا من البيت جام تليفون، حد قال لابويا ابنك مشتري تليفون جالكسي على هذا الراتب يوفي. صحيح هذا الحكي ولا لا؟ ايش ما ادري داعش ان اخويا مشتري تليفون. وبيتهم عميد صالح مدير شرطه الانبار، خلوه من بيتنا وبيكيسوا رشاشات مال خالي عميد صالح.
اخذوهن من بيتنا كامل حروش وولده ورياض واسماعيل هدد اخويا بالتليفون قبل يوم. صلاح عدنان خلف وانا هذا داعش لو لا؟ داعش كلها الاسماء عندك داعش، الاسماء عندك كلها داعش. الاسماء كم واحد يعرف هذا داعش؟ تعال خليه يجيني. وينه يا ولد؟ بس باعوا عليه بغيرتكم، بغيرتكم انتم، بغيرتكم. هذا داعش لو لا؟ انا اقول لك سامي اقطع الكلام. انا اسال بعدين اعطيك. ما حد يحكي. هذا داعش لو لا؟ اي عمي شنو بعد؟ قبل تدخل شفت بعيني. اسمع انا احكي داعش ولابس زي مالهم وياه لابس افغاني. لاحظ مشاهدينا اعترافات الاهالي في هذه المنطقه وفق المعلومات اللي يعني والاسماء اللي جابتها استخبارات جهاز مكافحه الارهاب، وايضا يتم تاكيد الاسماء من قبل الاهالي الموجودين في هذه القريه. ابني كنت لابس زي افغاني؟ والله العظيم احكي لي صدق. والله ما ادري. والله راح احكي لك الصدق. ايه والله رحت صايحه بالمعسكر ونزلت من المعسكر. بالمعسكر مالتهم؟ اي والله نزلت. المن شفت؟ والله ما شفت احد. والله لبست زيهم الافغاني مو؟ شنو بس بالتدريب ونزلت. يعني دربوك؟ لا. قد تدربت وياهم؟ من وين؟ قد تدربت وياهم؟ ماكو لا تخاف والله ما نأذيك. ما اخاف. لا تخاف. ما انت اخونا هسه مو داعشي بس انت عراقي باقي. دخلونا دوره شرعيه على اساس يقول قد الدوره الشرعيه مالتكم؟ ما ادري هي دوره معسكر جميع، كان يقول باللي يتصل يذبح عمه يذبح اخوه. ايه قلت انا اذا سويت كان مال يضبط بالليل انهزمت من المعسكر. زين وايش قد بقيت بالمعسكر؟ بغيت معكم 15 يوم حتى جاي يداهمون علي يطلعون وما انهزم. ومعسكركم وين؟ ما ادري معسكر ويش ما ادري شد العيون طبقوا. وش قد اخذت فلوس؟ ما اخذنا فلوس فرد. اي من وياك راح تصير شجاع. ترى والله. هذا ساعدتني اساعدك. والله ما ادري. ها؟ والله ما ادري. شعرك شلون طويل وزي انت؟ شنو؟ احكي صدق. شنو؟ شعر؟ إيه. لا والله هيك شباب زين كان ما طلع. ولحيتك عاليه كانت؟ شنو؟ مو حيل عالي زينت. اي زينت. انا شنو كانت تدريبك ويا معسكر داعش؟ شنو على اسلحه؟ بس كلاش. كلاشنكوف؟ لا مو كلاش. لا شنو؟ رشاش. ابو من كان المسؤول داعش بالمركز تدريب؟ شو اسمه؟ اسمه والله ما ادري يمكن ابو سلام. ابو اسلام والله ما ادري. اي نعرف ابو اسلام. اي ابو اسلام. إيه. عرب شفت وياهم؟ شلون؟ عرب؟ اي عرب بس لا اي عرب. اجانب؟ اجانب ما اي اول ما طلعت من العسكر قبل انهزمت. لا من هو وداك اول مره للمعسكر؟ ايمن كامل. وين ايمن كامل؟ ما اعرف والله اخذته يمكن. اي اي واحد. وبعد منو وياك من المنطقه راح؟ كفني ابو طيبه. ابو طيبه وين؟ ما اعرف. اي كيف لك ابو طيبه؟ ودوني جم اثنين اخذوني شدوا عيوننا واخذونا. وين اخذوكم؟ اخذونا على التدريب. على التدريب. إيه. شو تدربتوا؟ احكي لي شو تدربتوا؟ عسلة. على سلاح. يا سلاح انت شو طوق سلاح؟ كلاش. كلاشنكوف؟ ايه. اي بس وسخ هواي ويضربون علي هواي. وين هذا المعسكر؟ بالبنمر. وين كنت؟ بالبنمر. إيه. وين تباتون ببيوت؟ اي بالبنمر. منو مسؤولكم؟ قاعد يجيبوا لي، وين مسؤولكم؟ ابو سلام. ابو اسلام؟ ايه. زين. ايش قد بقيت بالمعسكر؟ بقيت تقريبا 25. وبعدين سويت؟ من وقت تخرجت قبل. خرجت من الدوره كملتها. والله بس ايش قد بقيت بمركز التدريب؟ 29 يوم. 29 يوم؟ لا هو ندري يوم قابل ندري هو ابننا هو. 29 يوم؟ سلاحك كان كلاشين؟ كلاشينكوف. منو اللي دربك؟ ابو سلام. ابو اسلام؟ وين مركز التدريب مالتك؟ ها؟ بالبنمر مركز التدريب. ايش قد كانوا متدربين وياكم؟ 5 تقريبا. ابو عيسى. كل الدوره 5؟ اي هم هذول مدربين. لا المدربين واللي وياك يتدربون ايش قد؟ وايد. ايش قد يعني عددهم؟ بال 100 واحد. وهذا المعسكر عليه حراسات؟ لا ما عليه حراسات، بساتين لو بيوت؟ وتباتون بالبيوت. شو يعطوكم اكل؟ شو وقت بايعتوا؟ اول ما طبيتوا لو من تخرجتوا؟ من تخرجتوا بايعتوا؟ انه شنو على السمع والطاعه؟ انا احكي لي اياها هني. بايع بغدادي على السمع والطاعه. اي قالوا لكم هسه انت كان خليفتك يعني بالمعسكر خليفتك ابو بكر؟ لا ابو سلام حط لنا وابو سلام. الامير؟ اي ابو بكر ماشي. ابو اسلام ما اجاكم ابو بكر؟ لا ما شفت. اكبر قائد اجاكم داعش من وين؟ هو ابو سلام ماشي. ابو اسلام مين هذا ابو اسلام؟ هذا احد افراد القريه اللي انضم الى عصابات داعش ودخل دورات في منطقه الرمادي. لاحظ يعني
شو وقت دخلت للدوره مال اصابات داعش؟ 29 يوم. 29 يوم؟ ايه قضيت وياهم. ايه. انت تطوعت؟ شلون يعني؟ لو ابوك دزك. لا واحد ورطني عيمي كامل، هو اللي ورطني. ليش ورطك؟ ايش قال لك؟ قال لي روح بس روح وانا ما اخلي احد يضربك وترجع على بيتك، بس تدرب وارجع. وورطني وخلاني ابايع. ايه. بايعت وتدربت وياهم ايش قد؟ 29 يوم. هم قاتلت معانا؟ لا ما قاتلت. ما قاتلت. ايه. زين انا بسألك سؤال، هسه شنو ذنب امك انت؟ هاي هسه امك كاشفه، خلي صورها علي. شنو ذنب امك هسه انت ورطت اهلك؟ هم اللي ورطوني. جبت الخزي لاهلك. والله قال ما تجيب لهم رفعه الراس. لا بعد هلا هلا ليش وقفنا هنا؟ هلا هلا